حب الناس لشركه بي ام دبليو دي حاجه انا بتفهمها جدا، وبالذات الشعب المصري بيعتز قوي بالبراند ده والاسباب كتيره. عربيه فيها روح شبابي، دفع خلفي، مواتير حاميه بتروح بالجنب، الحاجات الشباب المصري يحب العبط ده قوي. بس انا دايما كان بيبقى عندي مشكله صغيره جدا وبسيطه مع بي ام دبليو صراحه، وهي التكرار والنمطيه. بي ام دبليو من الشركات اللي بتعتز وبتحتفظ بالدي ان ايه بتاعها بشكل يخنق، يعني بزياده قوي. والنتيجه بقى في كل ده ان انا بحس في الاخر ان انا ببقى ملان سيكه من عربيات بي ام دبليو، بسبب ان هي كلها نفس الحاجه، كله شبه بعضه، كله بيعيد بعضه، كله نفس الفكره، كله نفس الحاجه. فعشان كده اول ما الاقيهم بيعملوا عربيه خارج النمط ومختلفه بعتز بيها وبحبها قوي، ببقى انا لوحدي اللي طالع زي الفاسوخه كده، يعني بحبها جدا. زي كده الشيء اللي ورايا ده بالظبط. العربيه اللي واقفه ورايا دي اسمها بي ام دبليو زد 8، ودي من وجهه نظري تعتبر واحده من اصيع العربيات اللي بي ام دبليو عملوها في تاريخهم كله. ومن وجهه نظري المتواضعه العربيه دي تعتبر من العربيات اللي فعلا ما خدتش حقها في تاريخ بي ام دبليو، لانها واحده من اجمل العربيات اللي بي ام دبليو صمموها، والوحيده اللي تقدر تقول عليها بثقه كده ان دي عربيه بي ام دبليو اكزوتيك. بنتكلم عليها النهارده زي ما قلت لكم هي البي ام دبليو الزد 8، عربيه تم انتاجها من سنه 1999 لسنه 2003. والعربيه دي كانت تعتبر زي ما تقولوا كده ايه اكسرسايز او ديزاين هوم ورك، او يعني حاجه كده عملوها مع المهندسين ان هم عايزين يعيدوا احياء عربيه ثانيه اسمها بي ام دبليو 507. دي كانت نزلت سنه 1956، كانت عربيه شبهها كده شويه، وكانوا عايزين يعملوا عربيه يخلدوا بيها ويحتفلوا بالعربيه ال 507. ما اعرفش ليه الحقيقه، بس انا سعيد ان هم عملوا الاحياء ده. سعيد ليه بقى؟ لان دايما الانواع دي من المشاريع والانواع دي من الكرياتيفيتي والتامل والخروج عن المالوف بيطلع حاجات حلوه، بيطلع حلويات زي ما بيقولوا، زي ما انتم شايفين كده ورايا. دي عربيه لما تبص لها لو حد مش فاهم في العربيات قوي وخبيت العلامات بتاع بي ام دبليو مش هتعرف اصلا ان هي عربيه بي ام دبليو، من كتر ما هي مختلفه في التصاميم بتاعتها وفي الديزاين بتاعها وفي وقفتها عن العربيات البي ام دبليو اللي انت واخد عليها. فهي النوعيه دي من المشاريع هي اللي بتخرج الكابتن من جوه الطالب، بتخليه يبدع، بتخليه يطلع احسن ما فيه. ومهندسين بي ام دبليو طلعوا احسن ما فيهم الحقيقه. والبروجكت ده كله اتعمل تحت قياده المصمم العالمي كريس بانجل اللي ياما اتشتم ايام حقبته، ومسك المشروع مصمم تاني عالمي برضه اسمه هنريك فيسكر. الاثنين دول من اسامي القويه جدا في التصاميم، والنتيجه ان هي طلعوا العربيه الجميله دي اللي تم انتاج منها 5703 عربيه بس. وده خلاها واحده من انجح واندر، مش من انجح بس خلاها واحده من اندر العربيات البي ام دبليو، من اكتر عربيات البي ام دبليو ليها فاليو دلوقتي وليها قيمه عاليه جدا. فهنلف بقى لفه كده في تفاصيلها واخدكم واحكي لكم بقى شويه حاجات حلوه، عشان انا العصعوصه وجعتني من القعده دي. تعالوا بقى اخدكم جوله حوالين العربيه البي ام دبليو زد 8 واوريكم روعه تصميمها واختلافها عن بقيه البي ام دبليوز، وده اللي بيخليني احبها زياده عن اي حاجه تانية الحقيقه. طبعا لما تبص على العربيه دي اول ما تبص عليها تستنتج كده ان هي معموله حاجه مميزه، ستايلنج ريترو. يعني ايه ريترو؟ يعني قديم، تحس ان هي شكلها كلاسيكي جدا ولكن في نفس الوقت بتاتش مودرن خفيف. طبعا لما تيجي تبص على العربيه من قدام هتلاقي ان شبكه البي ام دبليو من قدام شكلها مختلف عن الشبكات الطبيعيه وفيها زي انوار كده، وده برضو بيرجع للعربيه ال 507 البي ام دبليو القديمه مش البيجو. وطبعا ليها الفانوسين اللي فوق دول. وبعدين لما تبص على البروفايل بتاع العربيه هتلاقي ان هي ليها كبوت طويل جدا جدا وظهر صغير جدا، انت بتبقى قاعد تقريبا شبه على العجل الوراني، وده طريقه القياده الكلاسيكيه بتاعت العربيات بتاعت زمان. وفيها طبعا الفتحه الجميله اللي في الرفرف دي اللي هي ايه برضو بتوحي بالكلاسيكيه. وبعدين لما تيجي تبص بقى هتلاقي عندك هنا المرايات بتاعت العربيه شكلها طبعا كلاسيك جدا، تحس المرايات دي متاخده من عربيه كلاسيك مع الاوكر واستخدام النواكل. وبعدين تيجي بقى تبص كمان العربيه دي اصلا روتستر يعني سقف كشف. الطبيعي العربيه دي بتيجي اصلا بسقف قماش، ولكن بينزل كل عربيه بتتباع كانت زد 8 بيجي معاها مش اوبشنال مش بفلوس، بيجي معاها اوتوماتيك الهارد توب بتاعها بلون السقف. والهارد توب كانوا هم مصممينه ان هو ما يبوظش
شكل الشيب بتاع العربيه خالص. فلو تلاحظ ان العربيه لو محطوط عليها السقف القماش العادي هتبقى برده نفس الشكل كده بالظبط، مصممينه بس ايه الهارد توب عشان لو حد مش عايز يبهدل السقف القماش بتاعه فيركب الهارد توب ويفضل ثابت لو حب يفكه في يوم من الايام يعني. وتيجي طبعا تلف من ظهر بقى العربيه دي، من اكتر الحاجات اللي كانت مميزه جدا في العربيه الزد 8 لما كنت بشوفها زمان. كان عندنا واحده بس في مصر، واحده بس اللي دخلت مصر، كانت لونها فضي، وكنت لما بشوفها بتلوح. طبعا الديزاين من ورا عامله زي المركب، العربيه مستديره كده، والفكره كلها في الاشارات بتاعتها دي. كانت اول مره تشوف الاشارات دي مش ليد بس، دي كانت نيون. فكانت لما بتيجي تنور وتقفل كانت بتقفل وتفتح كده بسرعه، والاشارات كانت شكلها صايع قوي. فدي كانت من الحاجات اللي بتميزها جدا. خليني احاول اوريكم كده لو احنا فتحنا الاشاره هنعرف نعملها ولا لا. استنى كده، ادت اشاره اهي، مش عارف باينه لكم في التصوير ولا لا، بس الاشاره بتاعتها نيون بتعمل تك تك تك، فكانت جميله جدا ومميزه. طبعا العربيه دي برضو اتبنت كلها على شاسيه من الحديد عادي، ولكن كل البارتس الخارجيه بتاعت العربيه معموله من الالومنيوم علشان يخففوا وزنها ويدوها بالانس كويس. والعربيه دي ما يميزها بقى، ومن الحاجات اللي رفعت قيمتها جدا، ان جيمس بوند استخدمها في فيلم من افلامه. فده ان دل على شيء يدل قد ايه. انتوا عارفين جيمس بوند اصلا ما بيركبش اي حاجه، ما ينفعش مثلا تجيب له 92 ام 3 يركبها، هيبقى شاب روش قوي يعني. فيوم ما جيمس بوند قرر يركب بي ام دبليو ركبوه بي ام دبليو زد 8، وده يدل على قد ايه هي في حته ثانيه بقى، شياكه يعني باش. النقطة دي بقى هحكي لكم على منظومة الحركة بتاعت العربية، الموتور وما يميزه. بس نشوف الأول هنعرف نفتح الكبوت ولا لأ. الكبوت بيفتح منين؟ مساء الخير. اهو عاملين له حتى الهاندل بتاعت الكبوت فضي، شكلها شيك قوي. تعالوا بقى اوريكم الموتور واحكي لكم عنه. العربية دي فيها موتور ايه؟ يا سلام ما شاء الله. العربية ايه ماشي، خلينا ماسكينه احسن عشان السوسه دي محتاجه تتغير. طبعا لو تاخدوا بالكم الموتور مينت كونديشن ما شاء الله. الموتور ده للناس اللي غاويه بي ام دبليو قوي هتبقى عارفه هو ايه. الموتور ده موتور البي ام دبليو الام 5 الاي 39 استخدموه في العربيه دي. طبعا الموتور ده هو 4900 سي سي في 8 ان اي، بيطلع 400 حصان و500 نيوتن عزم. طبعا العربيه دي دفع خلفي ومتوصله بناء الحركه مانيوال، ما كانتش بتنزل منها اوتوماتيك غير في الالبينا. كان في موديل منها البينا كان في منه اوتوماتيك، لكن العربيه دي كانت مانيوال فقط، وكانت دفع خلفي للعجلات، وبتتسارع من 0 ل 100 في 4 ثواني و7 والتوب سبيد بتاعها كان 250 كيلو في الساعه محدده الكترونيا، ولو شلت الليمتر كانت بتوصل لل 290 كيلو في الساعه. طبعا بي ام دبليو كمان اهتموا في الموتور ده ان هم زي ما انتم شايفينه كده يرجعوه ورا على قد ما يقدروا، ان هو يبقى ورا العجل القداماني عشان يوفروا او يقدروا يحققوا نسبه توزيع وزن في العربيه 50 50، يعني 50 50 ويت ديستريبيوشن، يعني من الاخر كده العربيه تبقى بالانس، فيها بالانس حلو. وما هو ميز بقى العربيه دي في وقتها لما العربيه دي نزلت، انا بتكلم زي استنى بس لما نقفل ده عشان ايه قلقان انا حتى صوت قفله الكبوت. لا بس هو كده قفل؟ لا ما قفلش يا جدعان، مش عارف، هنبقى نقفله. استنى كده بنشوف كده، هنشوف ده بيتقفل ازاي. استنى عشان ما قفلش كويس، صاحب العربيه هيديني 30 قلم. الكبوت باظ ولا ايه؟ نرزع. لا الكبوت مش قفل كده، الكبوت كده ما قفلش. خلاص ظبطنا الكبوت. المهم بقى اللي ميز العربيه دي في الفتره اللي هي نزلت فيها، اللي هو من 99 ل 2003 بارقام الاداء بالحاجات دي، ان هي كان وقتها كان في الفيراري ال 360 مودينا، والعربيه دي كانت بتعمل ارقام واداء احسن منها في الزيرو 100، او مش في الزيرو 100 بس اللي هو على التراك، يعني في كذا تيست ادت احسن من ال 360 مودينا. فده طبعا ناس كتير اعتبرتها ان هي بقت اكزوتيك العربيه دي، ان هي بتتنافس مع 360 مودينا. وعايزكم تتخيلوا معايا دلوقتي كده بي ام دبليو يقدروا ولا يستجروا دلوقتي ان هم ينزلوا عربيه تتنافس مع ال 296 مثلا او الاف 8 اللي هم دلوقتي زيهم زي ال 360 موديل زمان؟ لا. فده الشيء بقى اللي بيحزنني في بي ام دبليو، ان هم عندهم البوتنشال يعملوا حاجات جامده، لكن المصممين يفضلوا نفس القصه، نفس العربيات، نفس الفتحات، عاملين بس يكبروا لي الفتحات اللي قدام دي. لكن طبعا العربيه دي ده اللي خلاها يعني اكزوتيك قوي في نفسها. انتقلنا
وصلنا بقى اللي جوه العربيه دلوقتي، واكلمكم في نقطه مهمه عن الانتيريور ده، لان انت ساعات لو بتحس ان بي ام دبليو بيخرجوا احيانا عن النمطيه في تصميماتهم من بره، انسى جوه بالنسبه لهم دايما الموضوع كوبي بيست كل حاجه. يعني انا بحس ان انا لو حد غماني ودخلني جوه عربيه بي ام دبليو وبعد كده شال الغمامه من جوه وقعدت انا فتحت، ممكن مبقاش عارف انا قاعد في انهي عربيه. فالعربيات عندهم من جوه النمطيه اكتر بكتير كمان من بره. الا بقى العربيه دي قصه ثانيه خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا الديزاين بتاعها ريترو ستايل تماما، تحس ان انت قاعد في عربيه من السبعينات او الستينات، وده كان الهدف ان هم عشان بيحاولوا يحيوا العربيه ال 507 اللي الناس كلها فاكراها بيجو. هتبص طبعا اول حاجه هتلاقي الدريكسيون، بص شكله وتفاصيله عامله ازاي، السبوكس بتاعته مفيش بقى حاجه اسمها مالتي فانكشن ستيرنج ويل بتاع، هو الدريكسيون وكلاكس وخلاص شكرا على كده بالسبوكس بتاعته دي. السويتشات حتى بتاعه العربيه كلها معموله مخصوص للزد 8 زي ما انتم شايفينها كده، بتشتغل بشكل معين. حتى كمان زراير الازاز، الزرار انت بتختار عايز تتحكم في انه ازاز، يعني عندك سويتش كده تجيبه شمال بنفس الزرار، ترفع ازاز لوحده تجيبه يمين، يرفع ده حطيته في النص يرفع الاثنين في نفس الوقت، فحوارات ثانيه خالص. وحتى ان هم كمان غيروا مكان العدادات وخلوه في النص كده عشان تبقى العربيه شكلها ريترو، برده ما تخلوش عن فكره ان العداد يبقى باصص ناحيه السواق شويه، فدي برده من اللقطات الجميله. بي ام دبليو عامه قرروا ان هم العربيه دي لما كانوا بيعملوها قالوا هيعملوا منها سبير بارتس، عشان عارفين العربيه دي مميزه ومش قاعده يعني كتير لكل الناس، فقرروا ان هم يعملوا سبير بارتس لمده 50 سنه للعربيه دي علشان تفضل تخدم ال 5703 بني ادم اللي عنده العربيه. وده الديبارتمنت بتاع انديفيدوال اللي هو اصلا ديبارتمنت في بي ام دبليو، اكيد الناس اللي بتاع بي ام دبليو عارفه انديفيدوال لما يبقى حد عنده فرش جلد انديفيدوال بيقعد يتنك على كل اصحابه، ما بالك بقى العربيه دي اصلا كل اللي اتعمل ده انديفيدوال ديبارتمنت هم اللي كانوا مسؤولين عنه. النقطة الجاية دي بقى هخش اسمعكم صوت العربية. طبعا الموتور الام 5 الشهير، مفتاح العربية مفتاح عادي جدا ولكن مربوط فيه بمسمارين كلمة زد 8. العربية طبعا كلاسيكية اصبحت، بصوا تفتح الكونتاكت كده وتدور، اسمعوا بقى الصوت ده معروف. وبعدين العربية دي لما بيركب لها شكمان، ليها شكمانات بتقلب صوتها قلبة جامدة جدا. مود تاني، العربيه دي مود تاني. تعالوا نطلع ناخدها لفه، يلا بينا ناخد لفه بقى بالعربيه الزد 8. طبعا عربيه نادره جدا زي ما قلت لكم، 5703 واحده او 5000، يعني في رينج ال 5000 عربيه في العالم، فعربيه نادره قوي ان انت تجربها وتسوقها. اولد سكول ريسيبي جدا، التوليفه القديمه 6 نقلات خلفي رودستر، مفيش افتكاسات كتيره، موتور 4900 في 8 بيطلع 400 حصان و500 نيوتن، فطبعا عربيه. الموتور ده معروف جدا، كان في الام 5 الاي 39 موتور ناس كتيره بتحبه، يعني طبعا بمعايير دلوقتي وما يعتبرش موتور قوي، بس العربيه يعني الجميل فيها احساس قعدتها وانت سايقها كده جوه، تحس ان انت راكب حاجه مش بي ام دبليو خالص، مختلفه تماما. طبعا الكونديشن كمان اللي العربيه دي عليه كونديشن تاني خالص، جميله ما شاء الله طبعا جدا. وبعدين بقول لكم بيركب لها شكمان بتتحول العربيه دي. انا عاجبني انا حاسس ان انا يعني فعلا لما بقول عليها ان هي بي ام دبليو الاكزوتيك الوحيده اللي اتعملت، فعندي حق، لان هي فعلا تحس ان انت راكب حاجه اكزوتيك. لذيذه ولزوزه ومش واخده حقها، مهدور حقها في على السفره المصريه. في نهايه كلامي عن العربيه البي ام دبليو الزد 8، انا عايز اسال سؤال واحد، انا عايز افهم ليه بي ام دبليو ما بيعملوش حاجه كده كل فتره؟ يعني ليه دايما مهتمين بالنمطيه ومهتمين بالرينج، يعني الرينجات اللي بيهبوا علينا بيها، يعني زي رينج الاي سيريز والحاجات دي كلها على عيني وعلى راسي، بس ليه مش كل فتره نعمل حاجه زي كده تتخرج الدنيا عن المألوف؟ الموضوع ده بيربط البني ادم بالبراند اكتر، انتوا اوريدي ناس عندكم بيحبوكوا جدا، طب ما تعملوا لنا حاجه زي كده كل فتره، مش هنقول لا. هي انا عارف ان البروجكتات اللي من النوع ده بتخسر، بس نخسر مفيش مشكله، بس بتعلقنا بالبراند اكتر، احنا متعلقين بيكم، يعني حبونا نحبكم.